عندي لكم خبر حلو. دكتور خالد العنان وزير السياحة والآثار الأسبق بقى رئيس منظمة اليونسكو. ده بجد، ده بجد والله. يعني الخبر ده أجمد كده من مثلا إن صلاح بيلعب في ليفربول. حاجة جامدة جدا، حاجة جامدة جدا، حاجة جامدة جدا. واللي مش عارف، اليونسكو فدي المنظمة اللي بتحمي التراث والآثار. مين رئيس المنظمة؟ مصري 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 مصري. كمان واحدة مصري، كمان واحدة مصري. على فكرة لازم نحتفل. ده حدث، ده حدث بجد. دي مش حاجة عادية. اوكي. ف نداء لدكتور خالد العنان. الحقنا يا دكتور، هلب هلب بجد. حضرتك مش فاهم، احنا على السوشيال ميديا انا شفت واحدة لابسة قاب ازيس، تمام، وبتقول بتاعنا، بتاع الدولة الحمصية. يعني ايه قاب ازيس؟ قاب ازيس بتاع الدولة الحمصية؟ ده بقاله 7000 سنة على المعابد. قاب ازيس؟ انت في ايه؟ في ايه؟ انت مجنونة؟ مجنونة ولا ايه؟ شفت ناس تانيين، تمام، بيقولوا انه البرقع بتاع الجنيهات بتاعهم، برقع الجنيهات. ومش كده وبس، ابسولوتلي. وكمان سلاسل اتون او البرقع الشمسي بتاعهم. ده اسمه سلاسل اتون بتاعكم. ازاي انتوا عندكم اتون؟ بذمتكم عندكم اتون انتوا؟ تعرفوا اتون يعني؟ كده وبس؟ لا لا لا، ده كل دور الازياء العالميه بتاخد اللبس بتاع المصريين القدماء والفساتين الحلوه بتاعت جداتنا وستاتنا الحلوين دول، والديزاينر بيقول ان هو اللي عامل الديزاين ده. ده مسروق على فكره، مسروق. ها، ده من عندنا، من على المعابد. فبجد ايه ده؟ ايه ده؟ كل واحد عايز ياخد مننا حته. مش كده وبس، لا لا لا، كمان الآلات الموسيقية. عندكم الربابة والرق والطبلة، بيقولوا بتوعهم ودول بيقولوا بتوعهم، وماسكين في خناق بعض. بالنسبة للرسومات والنقوشات اللي عندي، ايه الدنيا؟ هل حد عنده دليل مادي زي اللي عندنا؟ يعني بجد والله، بعيدا عن الهزار. يعني المصريين مثلا بيبقى عندهم معابد وآثار وتوابيت مثلا مرسوم عليها كل الكلام ده. طبعا اكيد كان في برديات وحاجات كتير انسرقت او اندثرت. سبحان الله، اجدادنا كانوا حاسين بكل حاجة، كأنهم بيقروا المستقبل. فأمنونا. ويعني مش عارفة كان ناقص يعملوا ايه على جدران المعابد، على التوابيت. بيوثقوا طول الوقت علشان هم كانوا عارفين ان احنا هنتسرق ونتكدب. تراث الطعام، تراث الطعام. الملوخية مش محتاجين نقول انها بتاعتنا بقى. ها، ها، ملوخية، تمام. تاني حاجة، الطعمية. اللي ودانا بتسمعوا ده؟ زي ما بقول لكم كده، زي ما بقول لكم بجد والله يا جماعة، عايزين يسرقوا الفلافل او الطعمية. انت مجنون؟ دول بيقولوا لنا طعمية. عايزين تاخدوا الطعمية فين؟ محدش ياخد الطعمية في حتة. الطعمية بتاعتنا. نو 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 واي. ولا انتوا زي ما سرقتوا الزيتون وشجر الزيتون، انتوا ربنا ينتقم منكم. يعني مش عارفة، من 48 الى الان، ربنا ياخدكم يا رب. مش المفروض ان انتوا تزوروا في العقد الثامن؟ العقد الثامن قرب بقى عشان احنا اتخنقنا منكم. مش كده وبس، الاكسسوارز، الايرينجز، الحلقان، اوكي، اللي هي مثلا على شكل الهلال دي، اللي هي الشكل الصعيدي. وكمان عندنا الاكسسوارز اللي هي هنا كده في الدراع، اللي هي بتلف، اللي هي ملفلوفه كده وفيها تعبان. معروفه انها بتاعتنا برضو يعني. والله الواحد مش عارف يعمل ايه. طبعا مصر ده ابن حضاره 700 الف سنه. ده هو الحضاره والتاريخ. لو مش ابننا هيبقى مين اصلا؟ دي عدالة السماء. طبيعي، طبيعي ان هو يكون في المنصب ده بجد والله. ولا طبعا ما كانش بيبقى فيه مصري في السنين اللي فاتت، لان مصر كل من هب ودب عايز ياخد من تراثها حاجة. اللي عايز ياخد اكلة، واللي عايز ياخد لبس، واللي عايز ياخد آلة موسيقية. صح؟ فانتوا بقى ايه؟ عشان ايه؟ عشان المصري هيقول لكم ده بتاعنا. بس الحمد لله، ربنا جبرنا. بقى عندنا مصري دلوقتي في اليونسكو. عندنا مصري خلاص، احنا عندنا مصري. عندنا
انا بجد الخبر ده حلو جدا، وانا سعيده جدا جدا جدا، وفخوره جدا جدا بابن مصر دكتور خالد العنان، وبتمنى له التوفيق، وربنا يعينه في المنصب الجديد. ويا دكتور بقى مش هنوصيك، تراثنا بقى يا دكتور، تراثنا عشان كفايه بتوع السنتريك والحاجات دي يعني.